جماعة دي ميفيدا. في ناس كتير يعني لسه ما دخلتش كومباوند ميفيدا، ما شافتش شغل اعمار. ده حقيقي على فكرة. انا عارفة ان في ناس كتير تبقى عارفة ميفيدا واعمار، في ناس لا. انا رينا من شركة ييرهوم للخدمات العقارية. لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. النهاردة معانا فيلا في بارسل اسمها جرينز. اللي عارف ميفيدا كويس هيكون عارف ان ميفيدا متقسمة بارسلز، يعني هو ده كومباوند كبير مش صغير، في نماذج عديدة، تاون هاوسز، توين هاوسز، ستاند الونز، مساحات مختلفة، وطبعا شقق موجودة برضو واستوديوز. كويس، مفيش دوبلكسز بالمناسبة يعني. طيب احنا معانا النهاردة فيلا معروضة للإيجار، مفروشة بالكامل. الفيلا دي أرض حوالي 500 متر، مباني 356 متر. المعروف عن ميفيدا انه دايما بتسلم متشطب كويس قوي، ولكن في بعض الملاك بيعملوا اعادة تشطيب للبيت، او ان هما في بعض المراحل مش جرينز طبعا بتتسلم بدون تشطيب، فالملاك بيشطبوا. فالبيت اللي معايا النهارده تشطيبات خاصة. ولو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا في الحقيقة كنت حابة في الاول اجيب البيت من الخارج وادخل الجاردن من الكريدور او مكان الباركينج. ليه؟ عشان محتاجة يعني اخلي المتابع يشوف الكورنر بتاع الفيلا يمين وشمال ايه الموجود. فاحنا عندنا جزء موجود في الباركينج اللي احنا كنا داخلين منه، وده الجاردن بتشوف البوكيت لاندسكيب بشكل مباشر، فانا مش مكشوفة خالص. في الحقيقة أنا دايما أحب أجيب البيت من كذا اتجاه، لأنه أنا مادام موجودة داخل الفيلا بكون شايفة اتجاهاتها عاملة ازاي وايه اللي بيهم المتابع. واي حد طبعا بيدور على الخصوصية، بالذات لما يكون عايش في فيلا. كويس جدا. بصوا بقى، احنا دلوقتي هندخل الفيلا، هنشوف غرفة مربية بالحمام بتاعها. كويس، وغرفة أساسية في الدور الأرضي عشان معك حد كبير أو ضيف أو عايز تعملها مكتب، يعني أيا كان احتياجاتك الخاصة أنا بوفرها لك في الفيلا دي. أنا عاملة تشطيب للبيت بالكامل، كل البيت عندي رخام، كله رخام. ده مكان بس أنا مغطياه عشان الكهرباء والحاجات دي، عشان ما يبقاش شكله مش حلو. ودي معانا غرفة المربية بالحمام، مختصة جدا بنفسها، يعني هي مبتبقاش كبيرة قوي. الدفع معايا بالدولار مش بالمصري، ولكن ممكن يكون الدولار ده قيمته مصرية. يعني ايه؟ يعني نعمل عقد بالدولار وندفع مصري عادي. كويس. ده المطبخ عندي ليه مدخل ومخرج من بره، يعني مدخل من داخل الفيلا ومخرج خارجي من الجاردن. كويس. انا بحب المطابخ اللي شبه كده الصراحه، بحس ان هي فيها خصوصيه برضو، لان المطبخ شويه قريب من الريسبشن، فلو معانا شويه حاجات او كده او الشغاله داخله او خارجه، فيعني افضل ان هي تخرج من الباب الخارجي وتدخل من الباب الخارجي. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل اللي في السقف ده احنا اللي عاملينه، السبوتس لايتس، الازاز المعشق او المعشوق، مش عارفه اسمه ايه بالظبط بصراحه. بس كل ده شغلنا، مش شغلنا انا كارينا، لا يعني قصدي شغل المالك، مش احنا اللي مشطبين البيت. يعني بمنتهى الوضوح في بيوت احنا بنشطبها، احنا عندنا قسم تشطيبات في الشركه، وفي بيوت لا مش احنا اللي مشطبينها. كويس. وانا بقول دايما في الفيديوهات بتاعتنا يعني. طب احنا طبعا شفنا الجاردن، فانا مش هدخلها تاني. تمام. هنطلع الدور الاول، هيكون معانا 4 غرف، منهم غرفة معيشة، وغرفة كبيرة ماستر بحمام ودريسنج منفصل، وغرفتين تانيين. الدولاب ده البني ده انا بحبه جدا. ليه بقى؟ لان انا شايفه ان هو بيتعلق فيه الحاجات الشتوي، فاللي خارج ياخد المونتو بتاعه يلبس ويخرج يعني، او الشنط مثلا. يعني شايفه ان انا بحب ادوات التخزين جدا، واي ست بيت بتحبها، لان هي فعلا بتاخد حاجات كتير قوي في البيت. البلكونه جميله صراحه، واحلى حاجه ان هي على فيو لاندسكيب زي ما شفنا من اسفل الفيلا. تمام. او الدور الارضي. طبعا الشمس كانت معكساني جدا، بصوا المسافه، شفتوا المسافه بيني وبين الجار قد ايه.
دي غرفة المعيشة معانا، قد ايه منورة، الشمس داخلة البيت. الشمس دي مهمة جدا في البيت، بالذات في البيوت الكبيرة. احنا هندخل مع بعض الغرف، وانا في البداية مش مشغله الانوار، وبعد كده بشغلها ليه؟ عشان اوري المتابع يا فندم بص البيت منور، انا مدياك بيت الشمس داخله من كل مكان. والاجانب بيحبوا كده جدا، والمصريين انا بحب الشمس صراحه. الشمس للتهويه، للامراض، لكل حاجه كل حاجه. دي غرفه الملابس، اعتقد حجمها ممتاز. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ده حمام الغرفه الماستر. دي كده تاني غرفه معانا بالغرفه اللي في الدور الارضي. تمام. عندنا بقى حمام بيخدم الغرف وغرفة المعيشة. ده ادوات التخزين او الملابس على حسب احتياجات الساكن، يعني اللي بتبقى موجودة، وهي طبعا مختفية، يعني مش واضحة ان ده بلت اني. يعني لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصوا حتى الاحواض عندي رخام، انا عندي كل البيت يا جماعة رخام، مش بأجر اي حاجة، انا مش بشتغل على اي حاجة اصلا. ماشي، دي بقى الغرفة التانية، وده الاتجاه اللي حضراتكم بتدخلوا منه الفيلا. احنا شفنا غرفة المعيشة والغرفة الماستر على الجاردن وعلى الفيو. ده الاتجاه الاخر اللي هو شارع الكومباوند، اللي بتركب مثلا عربيتك وتدخل الفيلا، اللي هو المدخل الامامي للفيلا. ودي الغرفة التالتة، هتبقى الرابعة بالغرفة اللي في الدور الارضي. بصوا انا هنا هوريكم، ده شارع الكومباوند عادي خالص، وفي مسافة كبيرة جدا بيني وبين الجار. فأنا عندي خصوصية عالية جدا في البيت. البيت ده ممكن يتباع، ممكن بالمناسبة ممكن يبيعه، ممكن نأجره، على حسب ايه الوقت. يعني الوقت اللي جالي فيه اوفر، لو الوقت اللي جالي فيه اوفر مناسب للملك هيبيع، ما كانش هنأجر. دي الغرفة الخامسة من غير غرفة المربية، يعني دي غرفة 5 من غير غرفة المربية. غرفة المربية تبقى الغرفة السادسة. كويس. طيب غرفة بحمام، يعني عشان نبقى متفقين. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الاسعار يا جماعه اسكرينا على طول، اسكرينا على 0313436237، وفي صندوق الوصف هسيب لكم لينك الواتساب، اسهل حاجه في العالم. اسفل الفيديو مكتوب كلمه شير او مشاركه، هتدوس عليها تبعتوا واتساب، هيترد على حضرتك بالسعر سواء للبيع او للايجار. كويس كويس قوي. ده الروف من اتجاه الشارع، شارع الكومباوند مش شارع خارجي. كده احنا خلصنا الفيلا يا جماعة. اللي محتاج يعرف السعر اسكرينا على 0313436237. رينا سليمان، شركة يرهم عقارات وبس. اشوفكم قريب. باي باي.